ومرحبا بكم في استاد البيت. تلتقي الأزمنة ما بين قديم وحديث، ما بين ماض وحاضر، هنا في البيت العربي التقليدي الأصيل، حيث بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025. هنا الليالي ما زالت تزهو بهذا الحضور العربي الكبير، وتتقارب المسافات لتجتمع هنا في قطر التي هدفه حفاظ عن لقب فما عاشه الجزائري قبل 4 سنوات يا ياسين يريد أن يعيشه هناك في استاد لوسيل. في الجانب الآخر المنتخب الإماراتي بثقة أكبر، اليوم يريدون تعويض الجماهير الإماراتية بعد إخفاق التأهل للمونديال في هذا اللقاء، ومن أجل بلوغ نصف نهائي هذه البطولة. تشكيلة المنتخبين في هذه المباراة يا الأحبة الكرام مشاهدي، حارس المرمى حمد المقبالي ينقلها كرة من الطرف الأيسر، روبن فيليب يرسل كرة طويلة، بعد ذلك بتعود مرة أخرى في وسط الميدان. المحاولة مستمرة لمصلحة الجزائر عن طريق ساحره الجديد، عن طريق عادل بولبينا. يمرر كرة في وسط الميدان، جزائرية تلعب هذه الكرة في المنتصف، يطلب هذه الكرة ياسين بنزية، لاعب اللي على مستوى الأرقام، على مستوى الإحصائيات، من بين كل اللاعبين الحاضرين في هذه البطولة في مرحلة المجموعات لم يمرر لاعب تمريرات صحيحة بعدد التمريرات كما فعل ياسين بنزية على مستوى مرحلة المجموعات. 199 تمريرة صحيحة لنجم المنتخب الجزائري ياسين بنزية. كرة منقولة في اليمين، رضا حلايمية جزائرية، فرصة أولى تأتي لكن التغطية كانت موجودة من الدفاعات الإماراتية في اللقطة الماضية. للإمارات كرة بتعود سريعة، الكرة بنزية في لمسة وصلت إلى السحار، وصلت إلى ياسين، إلى ملك النهائي في هذا الملعب ياسين. ما زالت راسية جزائرية. ياسين مرة أخرى، فرصة المحاربين، فرصة الخضر عن طريق السحار. ياسين نعم أنت السحار بذكريات ما فعلته هنا قبل 4 سنوات. فين يحيى الغساني؟ وإن سجل في هذا اللقاء فإنه سيصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي في تاريخ مشاركات الإمارات في بطولة كأس العرب برصيد 3 أهداف. ركلة ركنية لمنتخب الإمارات على يمين حارس المرمى الحارس فريد شعال. كرة تلعب في القائم الأول، الكرة من خيمينيز لكن التغطية موجودة، بتعود بعد ذلك عن طريق عادل بولبينا، حاول فيها يستفيد التحضير بعد ذلك في نقلة في وسط الملعب للمنتخب الجزائري، مقطوعة من فيكتور لكحال، وصلت إماراتية سريعة من كايو، لوكاس يسقط، صافرة تاتي، خط موجود وبطاقة صفراء. هي التنفيذ عن طريق نيكولاس خيمينيز على تنفيذ الركلة الثابتة. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة المنتخب الإماراتي. الإمارات من أجل الهدف الأول، هنا لمسة، تمريرة، بعد ذلك وصول عن طريق ميلوني، كرة ساقطة داخل منطقة العمليات لكنها طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى البطولة. ياسين إبراهيمي على التنفيذ، ياسين على التنفيذ من أجل كرة، ياسين يلعب لك كرة عالية خطيرة. الله الله الله، فعلها الجزائر لكن الهدف يلغى. الهدف يلغى، هناك تسلل موجود في اللقطة الماضية، يلغى الهدف وتعود النتيجة السلبية ما بين المنتخبين. ما الذي حدث في اللقطة الماضية؟ أدهم خادمة يلغي الهدف والحكم المساعد رفع الراية في هذه اللقطة. في هذه الكرة هنا كان متسلل فيما يبدو عبادة في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة استقرت نعم، لكن هل كان متسللا عبادة في اللقطة الماضية أم لا؟ أم أن التاريخ يعيد الجزائر؟ نعم تسلل بهذه الأسماء في بطولة كأس العرب. الجزائر تريد أن تحتفظ باللقب، وهذه الصرخة الجزائرية من أجل هدف، من أجل أسبقية في كرة عن طريق ياسين بنزية على التنفيذ. ياسين بنزية يرسل كرة عرضية راسية، كرة ما زالت لكنها أيضا تبعد. يحيى الغساني في التشتيت، ياسين إبراهيمي في الكنترول، ياسين في اللمسة، النقلة، بولبينا عند كرة وهناك خطأ. في الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب الجزائري، والجزائريون هنا في المدرج يتابعون
ينتظرون، بينما ياسين إبراهيمي على التنفيذ. ياسين على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة الجزائر. الدقيقة 26 وهناك ياسين، وهنا ركلة ثابتة جزائرية ترسل ساقطة راسية وإبعاد من الدفاع الإماراتي، أبعدها شتتها أكملها بعد ذلك ماجد راشد إلى خارج الملعب. رمية تماس لأريجهم بأمنياتهم بأحلامهم بتطلعاتهم بثقتهم في اللاعبين داخل أرضية الملعب. ونحن وصلنا إلى المراحل الإقصائية من البطولة العربية، فمن سيحمل الكاس في 18 من شهر ديسمبر؟ كرة منقولة لمصلحة المنتخب الإماراتي، طالت هذه الكرة وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للجزائري فريد شعان.